بص يا نجم، النظام الشمسي ده عبارة عن ايه؟ درسناه قبل كده يا صديقي. عبارة عن الشمس في المنتصف، تمام، ويدور حول مجموعة من الكواكب 8. يبقى إذا هي عبارة عن الشمس في المركز، يدور حولها كواكب تسمى على اسمها مجموعة الكواكب الشمسية، أو كلهم بيعملوا في نظام شمسي، تمام، يتكون من الشمس وثمانية كواكب. بس يا مستر، هي الكواكب دي ليه بتدور حوالين الشمس؟ عشان هي أكبر كتلة وأكبر حجما وأكبر جاذبية، فهي اللي مسيطرة عليهم. خلاص، يبقى إذا يدورون حول مين؟ ده الكواكب الثمانية يدورون حول الشمس بفعل جاذبية الشمسية. تمام التمام. عطارد، الزهرة، الأرض، احنا اهو خلاص. عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. تمام التمام. يبقى إذا يا ولاد يدورون حول الشمس بفعل الجاذبية الشمسية. طب يا مستر، ايه فايدة الجاذبية الشمسية؟ ايه الجاذبية الشمسية لها فايدتين. اول فايدة هي اللي عاملة نظام، يبقى كل كوكب يدور في المدار الخاص به. تمام. تاني حاجة، كل مخلية ان كل كوكب ليه ايه يا جماعة؟ الاقمار بتاعته. تمام التمام. بس خد المعلومة الجديدة، بس احنا كنا مفكرين ان الكواكب بس هي اللي بتدور حوالين الشمس. الجديد بقى يا صديقي ان الشمس نفسها بالكواكب بتاعها بتدور فين يا مستر؟ حول مركز المجرة اللي هي مجرة درب التبان. طب بتدور قد ايه يا مستر؟ بتدور دورة، اوعى تتخض من الرقم، كل 220 مليون سنة. يبقى اذا الكواكب تدور حول الشمس. تمام؟ تمام يا مستر. والشمس والكواكب يدورون حول مركز المجرة كل 220 مليون سنة. يا أهلا بالأرقام الكبيرة. طب يا مستر، هي الجاذبية ديت بتسيطر الشمس على الكواكب؟ كل ما بيبعد الكوكب عن الشمس الجاذبية بتقل وسرعته بتقل. أما كل الكوكب ما يقرب من الشمس الجاذبية بتزيد وسرعته بتزيد.